في هنا بقى شويه بروبرتيز للهافمان كود او هافمان كودنج ميثود. اول خاصيه ان مفيش كود هيطلع متشابه مع كود تاني. مفيش كود اقدر اعمل بيه حرفين، مفيش كود هيبقى هو كود بتاع الاي وكود بتاع الار زي بعض، مش هتحصل. تاني خاصيه، مفيش كود ينفع يبقى بريفكس الكود تاني. في اكواد صغيره واكواد كبيره. اكواد الصغير ده مثلا 10، مفيش كود من الطوال دول هيبقى بيبدا ب 10. مش هتلاقي مثلا 0 1 0 ده بيبدا ب 10 0 مثلا، او بقى 100 مثلا. مش هتنفع. الطريقه دي مش هتسمح بكده. مش انت اللي مش هتسمح بكده، الطريقه اللي حصلت دي هي اللي مش هتسمح بكده. اخر حاجه برضو، دي حاجه لطيفه، ان اللونج كودز هتبقى مستخدمه للكاركترز الاقل فريكونسي، الاقل تكرارا. بمعنى ايه؟ زي ما انت شايف كده، الكود مثلا بتاع الاي هو طوله 3 بت، والاي نفسها متكرره مره واحده، وفي حين ان الاي اللي هي متكرره مرتين، فمعنى انها هتبقى موجوده كتير عندنا في الرساله، الكود بتاعها هو الكود الصغير. والكلام ده هيبان اكتر مع عدد الاكواد الكبيره، او لو فايل تكست كبير هيبان اكتر الكلام ده. هتلاقي ان ان الحرف الاخير ده ممكن يكون التكرار بتاعه مثلا 200 مره، وهو واخد 2 كودز بس، او 2 بت، الكود بتاعه 2 بتس. في حين ان اول حاجه متكرره اللي ممكن يكون حرف او حرفين، هتلاقيه مثلا واخد 6 او 8 بت. تمام. اللونج كود هيبقى مستخدم للليست فريكونسي كاركترز. دي 3 مميزات مهمه في الهافمان ميثود. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصة تقدر تشترك فيهم وتتعلم أصول المهنة.